الفوج الخاص للتدخل الشهيد جاد بوعلام وحدة خاصة عملياتية تابعة لقيادة الحرس الجمهوري، فإلى جانب مهمة الدفاع عن الوطن تستدعي المهام الموكلة للفوج الخاص للتدخل السرعة والفاعلية في التنفيذ باتخاذ القرارات الصائبة والحاسمة. هذا ما يفرض بالضرورة إمكانات ذات صبغة تقنية وعملياتية وأخرى بشرية ذات مستوى متميز على قدر عال من الانضباط والتدريب، التكامل والجاهزية. الرفع المستمر للقدرة القتالية والكفاءة العملياتية لأفراد الفوج الخاص للتدخل شكل على الدوام أولوية قصوى لدى قيادة الحرس الجمهوري، استمرارية سطرت لتحقيقها برامج تكوينية دائمة لمنتسبي الفوج تتم وفق منظومة نوعية ومتكاملة تتماشى ومتطلبات التكوين والتدريب الموجه للنخبة. الفوج الخاص للتدخل هو وحدة قتالية تابعة لقيادة الحرس الجمهوري، يضم منشآت قاعدية تحتوي على معدات وتجهيزات حديثة تسمح له بتنفيذ برنامج تحضير قتالي للحفاظ على أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ كل المهام في كل الظروف. على الأفراد المنتمون للفوج الخاص للتدخل استيفاء المقاييس الضرورية واللازمة، هي شروط لا مفر منها وتفرضها طبيعة المهام: اللياقة البدنية، الشجاعة والثقة في النفس، الوفاء والجدية، الدقة والصرامة، الإقدام والعزم. أفراد التدخل هم من المغاوير الذين تلقوا تكوينا خاصا بمختلف المدارس ومراكز التدريب للجيش الوطني الشعبي على غرار المدرسة التطبيقية للقوات الخاصة، مركز التدريب المغاوير والفوج 104 للمناورات العملياتية، المدرسة التطبيقية لجند البحرية. هذا ما جعل الفرد متمكنا من قدرات قتالية عالية تتماشى مع التحديات والمتغيرات المتسارعة التي يواجهها ميدانيا. تهدف الرمايات عموما للتصدي والسيطرة على مصدر الخطر، كما يتم أثناءها مراعاة الطرق المثلى والأنجع للتعامل مع الهدف من حيث طبيعته، اتجاهاته والوسائل المستعملة فيه. الرمي الدقيق من عدة مسافات وفي مختلف الوضعيات مع التقدم نحو الهدف، تقنية يراد بها تضييق زاوية الرؤية لمصدر الاعتداء. لذلك كان لزاما على أفراد التدخل إتقان أنماط متعددة
للرد والتدخل، وهي مهارات تتطلب في مجملها سرعة ردود الأفعال التي ينتج عنها بالضرورة سرعة التنفيذ. أفراد الفوج يعملون بكل جدية على إتقان المهارات المرتبطة بالرمايات والتحكم فيها بتقنيات عالية من خلال التدريب المتنوع ميدانيا والمكيف حسب سيناريوهات متعددة. هذا العمل الميداني يتيح أيضا الانتقال بالسلوك الحركي للأفراد من درجة ردود الأفعال إلى درجة أعلى يرسخ فيها كمهارة، كما تعزز عبرها الثقة بالنفس وتنمي سرعة البديهة لدى الأفراد، وهي سمات تشكل عماد تحقيق التفوق ونجاح مختلف مهام التدخل. توفيرا لكل أسباب التفوق، فإن الفصيلة سينو تقنية تضم أفرادا مؤهلين متخصصين في مجال تدريب الكلاب على مختلف الحالات والوضعيات وفق مراحل مدروسة، أهمها إخضاع الكلاب لأوامر الطاعة وتأهيلها من خلال تنفيذ تمارين مخصصة لهذا الغرض. هذا التخصص منح كل العناية والاهتمام من طرف قيادة الحرس الجمهوري، حيث يضم الفوج إلى جانب ميدان التدريب عيادة بيطرية تقوم بالمراقبة الطبية الدورية لمختلف فصائل الكلاب المدربة، كما يتم أيضا تزويد مدربي الفصيلة السينو تقنية بمختلف المعلومات والمعارف ضمانا لنجاح المهام ميدانيا. الفصيلة السينو تقنية أسست لدعم أفراد الفوج الخاص للتدخل في مهامهم الميدانية، وهي واحدة من بين نقاط القوة التي تزيد من الفاعلية المطلوبة أثناء مهمة التدخل الخاص، إذا تعلق الأمر بعملية كشف المواد البيروتقنية أو في حالات الكشف المطاردة والتتبع. تنفيذ عملية اقتحام مبنى هي إحدى السيناريوهات التي قد يواجهها أفراد التدخل الخاص في قتال المدن والمناطق العمرانية، والذي يبرز أثناءه عامل تكامل الفريق كعنصر رئيسي يجعل من قوة التدخل قوة ضاربة حقيقية وفعالة. بدءا من حالة الطوارئ، الرصد والمراقبة، الاقتراب من الهدف، الاقتحام، وصولا إلى تنفيذ المهمة بالسيطرة على الهدف المعادي والقضاء عليه. هي تمارين تهدف إلى رفع القدرات القتالية
بإكساب المقاتلين طرق وأساليب الاقتحام. تقنيات الرمي من الحركة، الرمي الغريزي والرمي المركز، التحكم الأمثل في تقنية التغطية المتبادلة بين المقاتلين، كما أن إتقانها يعد ضرورة حتمية لتحقيق انسجام الأفراد فيما بينهم والتفوق أثناء تأدية المهام. باعتباري فرد السرية الخاصة تلقينا تدريبات نظرية ومهارات عالية اللي اكتسبتنا الشجاعة والثقة باه نمارسوا بمثل هذه المهام. الفرد بالفوج الخاص للتدخل يجب أن يتميز بالقوة القتالية العالية والقدرة البدنية لتنفيذ المهام بنجاح. كل هذه التدريبات اللي تلقيناها وأعطتني الثقة في أنفسنا ضمن تشكيلة باه ننفذوا هذه المهمة بنجاح. رجال الفوج الخاص للتدخل بجاهزيتهم القتالية وقدراتهم العملياتية العالية يشكلون قوة ضاربة حقيقية في الميدان، يؤدون مهامهم بالتزام واحترافية وبقدر عال من التكامل والتنسيق الفعال الذي يحقق تنفيذ المهام بنجاح. فهم رجال التضحية والوفاء بإرادة لا تلين وعزيمة لا تقهر، يستحقون بجدارة أن يكونوا النخبة بامتياز.